أهلا أصدقائي في فصل جديد من فصول آديل وسيزار، ونكمل القصة لحد ما وقفنا. نيجي لبعد كده. آديل راحت عنده غرفة السيد سيزار وهو اتفاجئ. بعدها هو نادى باسمها الجديد وسأل على حال رجليها وعلى حالها، وسألها هي جت هنا عنده ليه. أديل قالت إنها عايزة تشارك في الحفلة اللي هتتعمل في القصر النهاردة. رد سيزار عليها وقال لها يعني انتي جيتي هنا عشان تطلبي مني الطلب ده؟ وقتها كان في واحد واقف جنب السيد سيزار وهو المساعد الشخصي لسيزار، وسيزار وقتها بيبتسم وعرفه على أديل، والمساعد كان مبسوط إنه اتعرف عليها، وأديل وقتها سلمت عليه. المساعد ده شكله أعجب بأديل وبجمالها الساحر. بعدها سيزار قال لها إنها قابلت لوكريزيا، وهو سمع اللي حصل بينهم وقال هو مستغرب لوكريزيا عرفت منين، وقال لها من هنا ورايح هيكون معاكي واحد يروح معاكي في أي حتة. وبعدين قال لها انتي واقفة بعيد ليه كده؟ تعالي هنا عند أخوكي. وكان المساعد واقف وقتها وباصص ومركز. نيجي لبعد كده. لوكريزيا كانت واقفة مع السيدة فالافيا وفضلوا يتكلموا مع بعض كتير، ولوكريزيا وقتها طلبت منها إنها تساعدها في أمور كتير. ولوكريزيا قالت لها على الخطة بتاعتها، وهي عايزة السيدة فلافيا تساعدها في خطتها. نرجع تاني للقصر الإمبراطوري. كان الحفل جاهز وبدأ والناس كلها موجودة، وكانت أديل بتجهز نفسها للحفلة، وكانت جميلة جدا وأنيقة، والخادمة كانت معاها في الأوضة وهي بتجهزها. بعدها فجأة الباب خبط. طلعت مين؟ السيدة فالافيا، وطلبت من الخادمة إن في حد عايز تقرير كامل عن السيد سيزار، وهي لازم تروح تشوف الموضوع ده بنفسها. باين كده السيدة فالافيا اتعاملت مع لوكريزيا عشان الخطة بتاعتها، وشكلها كده بتوزعها عشان لوكريزيا تنفذ الخطة بتاعتها. وقتها الخادمة قالت لأديل إنها لازم تمشي، ومشيت وقتها. بعدها هم قفلوا الباب وكانت أديل قاعدة. بعدها كانت أديل قاعدة وماسكة الكتاب، وكان الشال بتاعها جنبها. وبعدها الباب خبط، وأديل استغربت جدا بتحسب إن الخادمة رجعت. فجأة دخلت واحدة وقالت لها إن السيد سيزار طلبها إنها تروح له في المكتبة. أديل قلقانة شوية عشان ما حصلش إن سيزار يبعت لها كده وبالطريقة دي، وهي أول مرة أصلا تشوف الخادمة دي من الأساس في القصر. وفكرت شوية في الموضوع، بس هي راحت معاها وقتها
عشان هي قلقانة إنه فعلا ممكن سيزار بعت لها. والخادمة قالت إن السيد سيزار فوق على السطح، فأديل طلعت وراها، بس هي مش مرتاحة للحوار ده من الأساس. بعد ما أديل طلعت وراها الشال طار من عليها. بعدها هما طلعوا فوق على السطح، وأديل مستغربة وبتقول فين السيد سيزار، وبتبص وراها لقيت الخادمة راحت زقتها من على فوق السطح بتاع القصر الإمبراطوري. وبكده يكون انتهى الفصل، وتابعوني في الحلقات الجاية عشان نكمل باقي الفصول. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام يا أصدقائي.